السلام عليكم يا جماعة الرعب والغموض. عقلتوا على يوسف، عقلتوا على البارتمان اللي كاينه في ليطاج الخامس، وعقلتوا على اللحظة اللي تفتحت فيها بيبان الجحيم وتسمعت آخر غوتة. الأغلبية فيكم كيسحب لهم بلي القصة سالت تما، بلي الشر انتصر ويوسف مات وصحابو تذبحوا، المخلبي يتحرر. ولكن الحقيقة هي أن داك الشي كامل كان غير مقبلات. اليوم غنحلو الصفحة الأولى من الجزء الثاني اللي العنوان ديالها المرتد. اليوم غنعرفو شنو وقع مورا ديك الليلة المشؤومة، كيفاش البوليس لقاو الجثث، فين مشات الجثة ديال يوسف، وشكون هو هذا الشخص الجديد اللي جالس في هذا البيت المظلم وكيدق في المسامر في الحيوط باش يعيط على شي حاجة. هاد الحاجة غتكون خطر من المخلبي بمليون مرة. إلا كنتم مستعدين تكملوا الرحلة في بحر الدم، زيروا الصمتة، طفيوا الضوء وديروا لي زيكوتور. الجزء الثاني بدأ. الزمان 3 أيام مورا الليلة ديال المجزرة، المكان العمارة اللي ساكن فيها يوسف. الجيران شموا ريحة خايبة بزاف هابطة من ديك البارطما ديال ليطاج الخامس، الريحة ديال اللحم خانز مخلطة مع ريحة غريبة بحال إلى المسك ولكن محروق. عيطوا للبوليس ويوصل الضابط حازم. هاد الشخصية الجديدة عقلوا عليها حيث تكون محورية. حازم ضابط شاب ذكي ولكن عمرو شاف بحال هاد الشيء اللي غادي يشوف اليوم. الضابط حازم طلع مع الفرقة ديالو، الباب كان مسدود وهما يضطروا باش يهرسوه. غير تهرس الباب الريحة ضربتهم للوجه لدرجة أن واحد من البوليس تقيا في الدروج. حازم دار الكمامة وهو يدخل. البارطما كانت مظلمة، الشراجم مسدودين والضوء مقطوع. شعلوا البيل ديالهم وأول حاجة شافوها كانت الدم. الدم كان في كل بلاصة، في الأرض، في الحيوط، وحتى في السقف. مشاو للصالة وهنا كانت الصدمة. لقاو 3 ديال الجثث، الجثة ديال حمد والجثة ديال محمود والجثة ديال مصطفى، ولكن ما كانوش جثث عادية. الأجساد كانت يابسة في واحد الوضعيات اللي غريبة. واحد فيهم كان معوج بحال إلا العظام ديالو كلها مهرسة، الآخر عينيه مقلوبين وبيضين وفمو محلول لدرجة أن الفك ديالو كيبان مخلوع من بلاصتو، والثالث كان وجهه مخبوش بالضفار، الضفار ديالو هو نيت. الضابط حازم واخا مولف يشوف الجرائم حس بركابيه فشلو. دار عند الطبيب الشرعي اللي جا معاهم وهو يسولو. قال ليه: دكتور، في نظرك باش ماتوا هادو؟ الطبيب الشرعي كان كيشوف الجثث وهو مصدوم، وهو يجاوبو. قال ليه: السي الضابط، هادو ما مقتولينش بسلاح، هادو ماتوا بالخلعة، غالب الظن سكتة قلبية، ولكن الأجساد ديالهم باينة باللي راه تعرضات لواحد الضغط رهيب بحال إلا شي قوة عصرتهم. حازم بدا كيقلب في التفاصيل، لاحظ واحد الحاجة غريبة. كاينين 4 ديال الكراسة وكاينين الأثر ديال الدم في البلاصة الرابعة حتى هي، ولكن الجثة الرابعة ما كايناش. هبط حازم للباب ديال العمارة وهو يسول العساس اللي لقاه كيرجف. قال ليه: البارطمان اللي في ليطاج الخامس شكون مولاها؟ العساس جاوبو. قال له: يوسف السي الضابط، يوسف هو مول البارطمان وكانوا معاه صحابه. هنا حازم عاود سولو. قال ليه: وفين هو يوسف؟ العساس جاوب: ما عرفتش سيدي، ما شفتوش هبط وما شفتوش طلع، يوسف غبر. حازم
سجل في المذكرة ديالو باللي المشتبه به الرئيسي عنده واللي مفقود هو يوسف. ولكن حزيم ما كانش عارف باللي يوسف راه في بلاصة أخرى ما يمكنش البوليس يوصلوا ليها. دازت 24 ساعة، الضابط حازم كان في البيرو ديالو في الكوميسارية كيجمع في التقرير. كانت عنده بزاف ديال الأسئلة كتسطي. فين مشات الجثة ديال يوسف؟ شنو هي ديك الرموز اللي كانت مرسومة بالدم في الحيط؟ وعلاش وكيل النيابة كان كيبان مزروب باش يدفن الجثث ويسد الملف؟ وهو جالس كيفكر دخل عليه الشاف ديالو. الشاف كان وجهه صفر وباين عليه الخوف والتوتر، وهو يقول: حزيم جمع داك الملف ديال القضية ديال البارتما. حزيم جاوبو مستغرب، قال ليه: ولكن اسيدي مازال ما لقيناش يوسف ومازال ما عرفناش السبب الحقيقي ديال الموت. الشاف غوت عليه، هو يقول ليه: اسمع الهضره، القضيه تسدات، تقرير ديال الطبيب الشرعي خرج كيقول اختناق بالغاز والتسمم. حزيم تصدم، هو يقول: غاز؟ اش من غاز اسيدي؟ البارتما ما فيهاش كاع البوطه والدراري مذبوحين ومهرسين. الشاف قرب من حازم وهو يقول ليه بواحد الصوت بشويه اللي رعبو، قال ليه: اولدي بعد من هذه القضيه، راه فيها ان الجهات العليا امرات باش يتدفن الموضوع، وإلا بقيتي كتنبش غتغبر حتى انت. هنا حازم حس بالحقره، ولكن الضربه القضيه كانت في الغد ليه. حازم رجع للبيرو باش يهز النسخه من الصور اللي صورها في مسرح الجريمه باش يديهم عنده ويكمل البحث. حل الخزانه ديالو ما لقاش الملف، الصور، التقرير، المحضر، كل شيء اختفى. سول الناس اللي خدامين في الارشيف، قالوا ليه: عمرنا سمعنا بهذه القضيه هذه. رجع عند العساس كيسول ديال العماره كيسول فيه، لقاه رحل وما بقاش تما كاع. حازم هنا فهم باللي كاين شي واحد باغي يتستر على القضيه، وباللي القضيه ماشي مجرد جريمه قتل، القضيه فيها شي قوه خفيه بشريه وتقدر تكون حتى غير بشريه. ولكن حازم راس ديالو قاصح، قرر باش يبدا التحقيق ديالو بوحدو وبلا ما يعيق به حتى شي واحد. دابا غنخليو حازم والمشاكل ديالو وغادي نمشيو لبلاصه واحده اخرى، بلاصه بعيده مظلمه ومعزوله. حنا دابا في واحد البيت كبير، الارض ديالو مرسوم فيها واحد الجداول ورموز هندسيه معقده بحال شي حجابات. في الوسط جالس واحد الراجل. هاد الراجل ماشي بحال يوسف غير مسكين، وماشي بحال اللحاد، هذا كيبان فيه محترف، هذا سحار. الوجه ديالو قاسي، عينيه بحال الزاج، ولابس جلابيه كحله. قدامه كاين واحد اللوحه ديال الخشب كبيره مكتوبين فيها واحد الحروف متباعدين، وبيدو هز مطرقه ومسمار طويل ومصدي. الراجل حط المسمار فوق الحرف الميم في اللوحه وبدا كيضرب بالشاكوش دقه دقه وبتركيز رهيب. ومع كل دقه كان كيقول تعويذه بصوت كيخلع، كيقول: يا ايها الموكل بحرف الميم، كنسولك باش تحضر، جاوب يا ميمون، جاوب يا ابو نوخ، بحرر طبع الاسماء وخدامها. هذا الشيء بالطبع تحريف من النص الاصلي حفاظا على السلامه ديالي وديالكم، واللي كان مهتم بالنص الاصلي وشنو جا فيه يخليها في الكومنتس. نكملوا.
الراجل كان كيدق المسمار في الحرف بحال الا كيدقوا في اللحم ديال شي واحد حي. وفجأة الغرفة بدات كترعد، الشموع اللي في الجناب بدات كطوال وتقصر، الصوت حفيف بحال ديال التعابين بدا كيخرج من الحيوط. الراجل ما خافش، بالعكس زاد في السرعة ديال الدقان ديالو، وهو يقول بواحد الصوت عالي: حضروا لي اللي كنطلب، حضروا لي الغريب، حضروا لي صاحب المخطوطة. هاد الساحر اللي غنسميوه من لهنا لقدام المرتد ما كانش كيعيط على مارد عادي، كان كيعيط على خدام باش يجيبوا ليه يوسف، حيت يوسف واخا اختفى من العالم ديالنا باقي حي، وهو المفتاح لشي حاجة كبر. نرجعو تاني عند الضابط حزيم. الليل طاح، حزيم كان جالس في دارو مقلق ومعصب، دخل يدو في جيبو وهو يجبد منه واحد الورقة صغيرة ومكمشة. هاد الورقة لقاها طايحة تحت السدادر في البارطما ديال يوسف، وخباها في جيبو قبل ما يجيو البوليس الاخرين. كانت الورقة مقطعة من كتاب قديم، الورقة مكتوب فيها جملة وحدة بانت الحزيم بحال شي لغز، مكتوب فيها: ومن كفر بابن إسحاق فقد كفر بالنجاة، وابحثوا عن المرتد في أرض الجدي. حزيم قرأ الجملة وعاود قراها، كيشوف بنو إسحاق المرتد مشى للبيسي ديالو وبدا كيقلب، كتب بنو إسحاق، طلعت ليه نفس النتائج اللي طلعت ليوسف في الأول، ولكن ملي كتب المرتد البيسي تبلوكا، الضوء ديال البيت بدا كيطفى ويشعل. حزيم حس ببرودة غريبة في الظهر ديالو، حس بحال شي حد واقف موراه، تلفت ما كاين والو. ولكن ملي رجع شاف في الشاشة ديال البيسي لقى كتبة جديدة مكتوبة، تكتبات بوحدها في ليكرون كحلة، مكتوب: بلا ما تقلب علينا حنا غادي نجيو عندك. الضابط حزيم يلا غادي يبدا يفهم بانه دخل لعش النحل، الجثث تدفنات والملف تحرق، ولكن الشر مازال طليق. يوسف مختفي في مكان مجهول، والمرتد خدام كيدق في المسامر باش يجمع جيش جديد. شنو العلاقة بين المخطوطة وبين هذا الساحر الجديد؟ وفين مشى يوسف بالضبط؟ واش راه في شي عالم موازي كيتعذب؟ وشنو القصة ديال العام 1878 اللي غادي نرجعوا ليها في الحلقة الجاية باش نفهموا أصل الشر؟ هادشي كله وكتر غنشوفوه في الحلقة الثانية من الجزء الثاني من مخطوطات بنو إسحاق. إذا عجبتكم البداية الجديدة ما تنساوش لايك والاشتراك وبارطاجيو الفيديو مع أصحابكم، وتفكروا ديما الفضول يقدر يقتل. تصبحوا على خير وكونوا على بال، الحلقة الثانية قريبة.